رحلة المخدرات بتاعتي 15 سنة، يعني أنا متاخد مني كلية وضلع، أنا ضارب حاجات ما تفوقكش 3 4 أيام ورا بعض. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ كويسين؟ بخير يا رب دايما. من النادر ان انا اطلع اتكلم عن الترند واقول رايي، من النادر جدا ومن الحالات القليله جدا جدا، وبتفرج عليه زيكم، ولكن بصراحه ظهر ترند الايام دي دخل دماغي جدا، والشخص ده يعني دخل قلبي بجد، فانا قلت اطلع اتكلم عنه. الشاب الجميل محمد مسعود، مشهور ببوجي. مخدرات، أنا بشرب حاجات تجيب بطخ كده. الشاب الجميل ده كان مدمن ومتعافى الحمد لله، كل اللي بيكتب عنه كان بيقول عليه بطل وشجاع، وانا بقول عليه بطل وشجاع، وهقول لكم ليه. بوجي ظهر بفيديو 33 دقيقة، اكتر من نص ساعة. بوجي زي اي حد، زيي وزيك وزي اي شاب، كان عنده صحاب، كان عنده اهل، كان عنده حلم عايز يوصل له. بس اللي هو إيه، قلت أجرب. أنا حب الاستطلاع والفضول هو اللي وداني في ده، هو اللي دخلني في المخدرات أصلا. لكن الشيطان لما يدخل العقل بيبوظ كل حاجة. في يوم من الايام صاحبه عزل عليه بسجارة وقال له دي مرة ومش هكررها تاني، والسيجارة بقت 2، بقت 3، وبقت عادة لغاية لما دمرت حياته. خدت النفس من هنا، أنا فصلت يا كريم، فصلت عن الواقع. أنا حسيت إن أنا فريش خالص. يوم بعد يوم بعد يوم حياته بقت تتدمر، والإدمان خده في سكته، حياته باظت، فلوسه ضاعت، وظيفته انتهت، أهله كانت متحسرين عليه. مش بني ادم، انت كائن مش عارفين، انت مش عارفين إيه انت ايه. تخيل لما تمشي في الشارع ومعكش جنيه في جيبك تجيب بيه الجرعة بتاعتك، ساعتها اللهم عافينا الدماغ بتولع وعينك ما تشوف الا النور. وساعتها هو ماشي جات له فكرة منيلة ب60 نيلة، قال له ابيع ايه؟ ابيع كليتي. والله زي ما سمعنا، وفعلا عملها. انا فيا كميه الم ووجع مش في بني ادم، جزارين. وبالفعل راح المستشفى ونام على الترابيزة، واستقصدوا منه الكلى، ومش الكلى بس، بوجي عمل العملية وادوله الفلوس وخرج من المستشفى. شوف يا صاحبي الذل. في الاوضه قعدت يومين او 3 فتره نقاهه لغايه ما جينا في يوم العمليه الصبح. طبعا انا سبت نفسي هنا بقى. انا اللي الناس بتعيشه، الناس اللي بتدمن المخدرات وللكيف ده، كيف ده بيخرب بيوت، مش حياتك بس لكن ربنا كبير. بعد سنين رجع من العذاب ده ورجع لربنا وقال له يا رب اشفيني، مش عايز ارجع للمدة تاني. ووقتها بوجي رايح يتعالج، قال انا زهقت من كل ده، زهقت من القرف اللي انا كنت بعيشه. بيعلى تحط مخدر على مخدر عشان توصل لنفس السعاده اللي انت عايزها. الحمد لله ربنا شفاه، وطلع من كام يوم ويطلع يحكي حكايته للناس. بوجي طلع واثبت للناس اللي ماشيه في السكه دي مفيش حاجه اسمها مستحيل وتقدر تغير حياتك. بوجي اثبت للعالم كله مفيش حاجه اسمها مستحيل، لو انت ماشي في السكه دي يرجع، نهايتها وحشه. اقسم بالله بتبتدي بسجاره، بتبتدي بسجاره وبعدها بتتطور حالك، انا مش عارف انا بحكي الكلام ده بسهوله كده ازاي. وسجارة تجيب سيجارة، والله أعلم هتجيب إيه تاني. الشباب الصغيرة حرام عليك تدمر نفسك وأنت في السن ده. حتى برضو الناس الكبيرة، لو مش خايف على نفسك خايف على أهل بيتك، خاف على أخوك الصغير، خاف على نفسك، خاف على ابنك، كل ده مسؤوليتك أنت. صحتك دي مسؤوليتك. والحقيقة بوجي خير زي ما أنت شفت بعنوان الفيديو بالظبط. أول مرة ساعة ما مشي باتجاه المخدرات، تاني مرة لما شاف أخوه بيموت. والحقيقة يا جماعة أي مدمن بيبقى شبيه بالميت، ما عندوش أي وعي إطلاق. ربنا يعافينا يا رب، ويحمي شبابنا ويحمي بناتنا ويحمي رجالتنا. صحتك مسؤوليتك، هتتحاسب بيها قدام ربنا. السلام عليكم.